مرة أخرى يتحدث الرئيس السوداني عن جهات ومؤسسات في مصر تتصرف بعدائية تجاه بلاده. صحيح أن الرجل يستثني نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لكن هل تعمل المؤسسات في مصر دون علم الرئيس؟ قراءة أخرى لتصريحات البشير تذهب إلى أنه لا يمكن إغفال الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها مشكلة الحرب في جنوب السودان وموضوع سد النهضة ومطالبة الخرطوم بمنطقة حلايب وشلاتين الحدودية. وهذه الأخيرة تحديدا كانت حاضرة بقوة مؤخرا عندما هدد الرئيس السوداني باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحسم النزاع بشأنها. وليد العطار يلقي مزيدا من الضوء في هذا التقرير. بهذه الحفاوة استقبل الرئيس السوداني عمر البشير في القاهرة قبل 3 أشهر فقط. التقى مع نظيره المصري وشهد معه احتفالات ذكرى أكتوبر، بل منحه السيسي وسام نجمة الشرف لمشاركته في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل قبل عقود. إلا أن دفء تلك اللقاءات تبدد لاحقا على وقع تصريحات متكررة للرئيس السوداني، كان آخرها ما جدده البشير لرؤساء تحرير الصحف السودانية من اتهام مصر بدعم دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر، رغم أنه قال إن الحكومة المصرية لن تقاتل في جنوب السودان. لكن المعارضة المسلحة بجنوب السودان بقيادة رياك ماشار قبل أسبوعين اتهمت مصر بدعم حكومة سلفاكير ميارديت عسكريا ضد ما تواجهه من تمرد، اتهامات أتت بعيد زيارة ميارديت للقاهرة التي توقع مراقبون أن تكون نفسها قد أوغرت صدر البشير. في الحديث ذاته اتهم البشير المخابرات المصرية بالتعامل مع بلاده بعدائية، وقال إن أجهزة قريبة من الرئيس كانت ترفض ذهابه للخرطوم. شدد البشير وبشكل لافت على ما ذكره في تصريحات سابقة من ثناء على السيسي وعلاقته به، وهو ما أثار تساؤلات أخرى حول واقعية التمييز بين السيسي وأجهزة نظامه. التقطت وسائل إعلام مصرية هذا التمييز من تصريحات البشير السابقة واعتبرته تناقضا، فكيف يمدح السيسي ويشكو من سياسات نظامه؟ لكن تطورات التوتر المصري السوداني لم تقتصر على ما سبق، فالبشير أكد في تصريحاته الأخيرة على تبعية مثلث حلايب وشلاتين الحدودي للسودان، ملوحا باللجوء للتحكيم الدولي ما لم ترضى القاهرة بالتفاوض لحل المسألة، في مقابل امتعاض القاهرة مما تعتبره خذلانا من الخرطوم إزاء ملف سد النهضة وتأثيراته على الحصة المصرية في مياه النيل، فضلا عن اتهامات مصرية للسودان بإيواء مطلوبين مناهضين لنظام السيسي، وهو ما نفاه البشير، مؤكدا أن سياسة بلاده مبنية على عدم إيواء أي نشاط معادل لأي دولة. شد وجذب بين جاري وادي النيل العربيين لا يعرف إلى أين يمكن أن تصل انعكاساته على علاقات البلدين التاريخية أو على الوضع الإقليمي وإعادة تشكيل اصطفافاته. لمناقشة هذه القضية ينضم إلينا من الخرطوم الصادق الرزيقي، نقيب الصحفيين السودانيين ورئيس تحرير صحيفة الانتباه، ومن القاهرة عبر سكايب الأستاذ مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية. مرحبا بكما أستاذ الصادق. ما مشكلة حكومة السودان إذا كان السيسي أو حكومة مصر تدعم حكومة جنوب السودان، تدعم سلفاكير ميارديت، في المقابل السودان يستقبل رياك مشار وربما هناك أيضا أقاويل تتحدث عن دعمه؟ أولا قضية جنوب السودان، السودان هو الأعرف بما يجري في دولة جنوب السودان وتعقيدات هذا المشكل، ويخشى السودان أن يتحول أي تدخل من أي دولة في الإقليم إلى أن تحدث مشكلة أو تتحول الحرب إلى حرب إقليمية في هذا البلد. التدخل غير الإيجابي هو الذي عقد مشكلة جنوب السودان، ونحن نعلم أن التدخل اليوغندي السابق في دولة جنوب السودان لمحاربة معارضة حكومة جوبا هو الذي أفرز الوضع الحالي. ونحن نعلم كذلك أن مصر قدمت بالفعل دعم لحكومة جنوب السودان، وهذا الدعم العسكري هو الذي دعا المعارضة الجنوبية لاتهام مصر بأنها شاركت في هذه الحرب، برغم أن السودان وعلى لسان الرئيس البشير نفى أن تكون مصر مشتركة في القتال الدائرة الآن في جنوب السودان، لكنها قدمت أسلحة وقدمت ذخائر لدولة جنوب السودان. التورط الموجود الآن في دولة جنوب السودان من أي دولة كانت وفي مقدماتها مصر سيسهم مساهمة كبيرة في انتقال هذه الحرب إلى حرب إقليمية وإلى اتساع مدى ونطاق هذه الحرب، خاصة أن الأوضاع المتوترة في بعض المناطق في أثيوبيا
تثير اتهامات إضافية لمصر أنها تورطت في جنوب السودان خدمة لأهدافها ومصالحها في منطقة أثيوبيا، وخاصة في المنطقة المتاخمة لسد النهضة. فلذلك هذه هي اتهامات مركبة في منطقة لا تزال تعيش دوامة من العنف. وأنا أعتقد أن مصر أخطأت خطأ كبيرا بالتورط في قضية جنوب السودان إن كانت هي بالفعل تشارك في هذه الحرب. طيب سنأتي على ذكر هذا لاحقا. أستاذ مجدي شندي، هناك تحليلات تذهب إلى أن الرئيس السيسي حاول مرارا استمالة نظيره السوداني وتحييد تحركات السودان الإقليمية لكي تتناغم مع مواقف القاهرة. هل تعتقد أن تصريحات البشير الأخيرة واتهامه للحكومة المصرية بالتحالف مع حكومة جنوب السودان تعلن فشل جهود السيسي هذه؟ لا بالتأكيد ليست المسألة يعني إلى هذا الحد، لكن الرئيس البشير يعاني من مشاكل داخلية ويواجه تغيرا إقليميا يحاول الاستفادة منه على قدر ما يستطيع. العلاقة بين المصريين والسودانيين علاقة أزلية، ليس الأمر مجرد شعارات وإنما هو واقع معاش. فالسودانيون سواء كانوا من الجنوب أو الشمال مرحب بهم في القاهرة ويعتبرون يعني أن مصر بلدا لهم، كذلك المصريون في السودان. وبالتالي فإن يعني هذه التهم لا أساس لها من الصحة. يعني هذا الكلام على الصعيد النظري، لكن على أرض الواقع تعرض مواطنون من جنوب السودان لمذبحة شهيرة في القاهرة راح ضحيتها العشرات من القتلى. لعلك تذكر هذا الحدث الكبير. وهناك أيضا تصريحات من آن لآخر تتسم بالعدائية تجاه السودان فيما يتعلق بملف حلايب وشلاتين. لا يعني شوف، يعني حصر الأمور في أزمة واحدة لا تتفق مع علاقات مستمرة طوال التاريخ بين البلدين، وهي في عمومها علاقات حسنة وعلاقات جيدة. مصر يعني لم يكن يروقها أصلا انفصال جنوب السودان. وإذا تحدثنا عن الأيادي التي تلعب في جنوب السودان علينا أن نعود إلى تصريحات سفير سابق لإسرائيل في القاهرة هو حييم كورن، أدلى بها في 26 مايو 2013، حيث تبجح بالقول أنه نجح في تحويل جنوب السودان إلى مستعمرة إسرائيلية. واعترف في حوار أجراه مع الموقع الإلكتروني لقسم العلاقات الدولية في الجامعة العبرية بتاريخ 26 مايو 2013 لأنه ساعد الميليشيات في جوبا على تنفيذ عمليات ضد جيش الخرطوم. لا يستطيع أحد أن يزعم أن العلاقات المصرية الإسرائيلية وصلت إلى مرحلة أكثر ازدهارا مما هي عليه الآن. والدليل على ذلك تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي التي تتحدث عن دخول الجيش الإسرائيلي إلى سيناء والقيام وشن غارات هناك بإذن أو بدون إذن من السلطات المصرية. هذا الأمر سواء. نعود إلى ضيفنا من الخرطوم سيد الصادق. هناك تحليلات تذهب إلى أن الرئيس البشير يواجه أزمات داخلية ولا مهرب له من هذه الأزمات سوى إسماع الرأي العام السوداني ما يروق له من الكلام، وهو اتهام السلطات المصرية أو اتهام الجارة الشمالية بما يعني أنه يحاول الهروب نحو الشمال. الرأي العام السوداني مشحون منذ فترة ضد مصر بسبب أزمة حلايب وشلاتين. هل هذا التحليل صحيح أم لا؟ طبعا هذا التحليل غير صحيح، لأن السودان بدأ يشهد انفراجا كبيرا في أوضاعه الداخلية منذ أن حسمت قضية الحوار الوطني وعاد بعض المعارضين إلى السودان مثل السيد الصادق المهدي. كذلك رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان، وتحسنت ظروف كثيرة منها ظروف إقليمية، وباتت كل هذه الرياح تملأ أشرعة السودان في الاتجاه الإيجابي. لكن مشكلة العلاقة بين السودان ومصر تنحصر في 6 قضايا رئيسية، في مقدماتها قضية حلايب، لأن قضية حلايب قضية قديمة وتوجد شكوى من السودان لدى الأمم مودعة لدى الأمم المتحدة منذ العام 1958، ولا تزال مصر مصرة على استمرار احتلالها لهذا المثلث الذي يساوي ضعف تقريبا مساحة لبنان. لا يمكن للسودان أن يتخلى عن سيادته. يعني هذا الأمر مستمر منذ ولا يمكن مصر أن تستمر. هذا الأمر مستمر منذ عقود وليس وليد اللحظة. ما الذي دفع الرئيس البشير إلى أن يتحدث بهذه الصورة؟ لعلك تذكر تهديده باللجوء إلى مجلس الأمن. استمع إلي لو تكرمت. تهديده باللجوء إلى مجلس الأمن لحسم هذا النزاع. هل يستغل البشير
ما يمكن أن يطلق عليه موسم التنازلات المصرية، طيران وصنافير للسعودية وشمال سيناء ربما لتوطين الفلسطينيين. الحديث يدور في الإعلام مؤخرا حول هذا الأمر. هل يستقوي البشير بما يمكن أن يقال إنه علاقات آخذة في التحسن مع الولايات المتحدة التي لجأت إليه لإصلاح الوضع في جنوب السودان؟ اولا ليس صحيحا، لان السودان يتعامل مع قضيه حلب انها قضيه سياده وقضيه ارض، هي جزء من السودان. فلذلك السودان صبر كثيرا على تهدئه هذا الموضوع مع مصر، وكان السودان يسعى الى التفاهم مع مصر في انهاء احتلال مصر لهذا المثلث. التلويح باللجوء الى العداله الدوليه او الى محكمه العدل الدوليه او الى مجلس الامن الدولي، ظل هذا الامر موجودا ايضا منذ فتره طويله، لكن نفس صبر السودان قد نفد في هذه القضيه. هنالك قضيه اخرى ايضا تعقد العلاقه السودانيه المصريه، هو استضافه مصر للمعارضه السودانيه وللحركات المتمرده المسلحه التي تحمل السلاح في دارفور وفي المنطقتين في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق. مقابل ذلك لا يستضيف السودان أي معارضة مصرية في خرطوم. المعارضة السودانية في القاهرة تجد دعم سياسي، تجد دعم مالي من مصر، تستضاف استضافة كاملة داخل مصر، تقوم بكل نشاطها السياسي والإعلامي من داخل مصر. وظل السودان يتحدث باستمرار ويلفت انتباه السلطات المصرية إلى خطورة وجود هذه المعارضة داخل مصر، لكن مصر لم تكن تعر هذا الأمر انتباها. فلذلك صبر السودان على هذه القضية أيضا. أستاذ مجدي شندي، هل صحيح أن القيادة المصرية تستضيف المعارضين الذين يحملون السلاح ضد الدولة السودانية؟ بالقطع لا، لكن القاهرة مفتوحة لكل الأطياف السودانية، وتعتبر أن كل المواطنين السودانيين سواء، لا أحد يلقى ترحيبا، يعني أنصار السلطة والمختلفين معها سياسيا موجودين في القاهرة. وقد كانت مصر كذلك على الدوام، يعني على امتداد فترة طويلة استضافت القاهرة الرئيس الأسبق جعفر نميري، ولم يمثل ذلك يعني أي حساسية. لكن أود القول أن السودان بإثارته كل حين موضوع حلايب وشلاتين يريد أن يبعث برسالة مفادها أن لديه أيضا أوراق لعب يمكن استخدامها لإزعاج القاهرة. حينما تطالب القاهرة بالتحكم في الحدود ومنع تهريب السلاح أو منع تهريب البشر، كلنا يعرف أن قطاعا كبيرا من السياسيين الذين هربوا من مصر بعد 30 يونيو هربوا عبر السودان، وأنت تعرف ذلك جيدا. وبالتالي فإن رهان البشير في اعتقادي على دعم خليجي في محاولة للاصطياد في الماء العاكر الذي أفرزه تعكر العلاقات ما بين مصر والمملكة العربية السعودية هو ما يدفعه في الوقت الحالي إلى ذلك. إذا كان النظام المصري طيب أنا سألتقط طرف الخيط مما تحدثت عنه أستاذ الرزيقي. السودان أيضا يحتضن معارضين للنظام المصري، كما يقول الأستاذ مجدي شندي فروا من مصر عقب 30 من يونيو أو انقلاب 3 من يوليو عام 2013. السؤال: إذا كان لدى الرئيس البشير أدلة ملموسة على ضلوع مصر بتزويد حكومة جنوب السودان بالأسلحة، فلماذا لا يكشف عنها بشكل أكثر تحديدا بدلا من التصريحات الفضفاضة التي يمكن أن تحمل على أوجه كثيرة على النحو الذي نراه الآن؟ قبل أن أشير إلى قضية جنوب السودان، أود أن أشير إلى أن الحكومة السودانية قدمت مرارا إلى السلطات المصرية أدلة وشواهد تدل على أن مصر تقدم دعما للمعارضة السودانية، خاصة المعارضة المسلحة. قدمت عناوين الشغغ التي تؤجرها المخابرات المصرية، وقدمت معلومات كافية حول الموجودين داخل مصر ونشاطهم داخل مصر وكيف يتلقون أموالا من بعض الجهات المصرية. كل هذه المعلومات قدمت. مقابل ذلك لم تستطع مصر أن تقدم ولا اسما واحدا لمعارض مصري موجود داخل السودان. أما قضية أن لدى الرئيس البشير معلومات حول دعم مصر لجنوب السودان، هذا هو لا يحتاج هل يلمح البشير عندما يتحدث عن عدائية بعض المؤسسات المصرية، عندما يتحدث عن عدائية بعض المؤسسات، كان في القاهرة وطلب دعم عسكري، عندما يتحدث البشير عن عدائية بعض المؤسسات المصرية، نعم، هل يلمح إلى ضلوع أي جهاز من الأجهزة السيادية المصرية في تفجير وقع مؤخرا في الخرطوم؟
إلى التفجير؟ لا طبعا، حتى الآن لم تصدر الحكومة السودانية أي اتهامات محددة للجهة التي نفذت التفجير الذي حدث في الخرطوم، لكن ما نعلمه في السودان وتعلمه الحكومة المصرية أن السودان قدم للحكومة المصرية كل المعلومات التي تثبت تورط مؤسسات وأجهزة وجهات داخل الدولة المصرية للمعارضين السودانيين الموجودين في مصر. وأنا أقول أن هذا الأمر ليس جديدا. منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك كان هنالك دعم من مؤسسات مصرية للمعارضة السودانية، وهذا الأمر معلوم وليس محل خلاف حتى بين مصر والسودان. حتى الأخ الذي تحدث حاول أن يلون القضية بأن مصر مفتوحة لكل المعارضين السودانيين، لكن لكل المواطنين السودانيين، لكن الثابت الآن أن مصر تستضيف معارضة سودانية وتنظيمات مسلحة مقيمة في مصر وتتلقى دعم من الدولة المصرية. هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية. دعني حتى نستفيد بالوقت المتبقي وقليل للغاية. أستاذ مجدي شندي باختصار لو تكرمت، هل تعتقد أن السودان يستغل ضعف يعتري مؤسسات الدولة المصرية، أزمات اقتصادية تلوح في الأفق، كما ذكرت أنت تأزم العلاقة بين مصر والسعودية؟ يعني ربما هو يحاول الاستفادة من هذا المناخ الإقليمي المتوتر. وأود أن أذكر ضيفك الكريم أن مصر دائما كانت تدعم دعاة الوحدة السودانية، بل بالأكثر من ذلك دعاة الوحدة العربية أكثر مما تدعم غيرهم من الأطراف، وبالتالي لا مصلحة لها في دعم انفصاليين موجودين على الأرض بأي شكل من الأشكال. شكرا جزيلا لك الأستاذ مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية، كان معنا عبر سكايب من القاهرة. وأشكر ضيفنا من الخرطوم الأستاذ الصادق الرزيقي، نقيب الصحفيين السودانيين ورئيس تحرير صحيفة الانتباه. شكرا جزيلا لكما. في الملف الثالث، تناقش رولا إبراهيم تحذيرات منظمة العفو الدولية من الآثار الخطيرة لخطاب الكراهية على الأوضاع في العالم.